من أهم الاستثمارات اللي ممكن تكون موجودة لنجاح أي دولة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي الكرام. احنا النهاردة بنكمل سلسلة فيديوهاتنا عن الاستثمار. عملنا فيديوهات كتير عن الاستثمار، أتمنى إن انتوا تخشوا تشوفوها. ممكن كانت بتنزل يوم الثلاث، ويوم الثلاث مش بيبقى فيه متابعة كتير. أنا نزلت الفيديو النهاردة يوم الجمعة زي ما انتوا شايفين، بحيث إن احنا نشوف إيه مردوده. عملنا فيديوهات عن الاستثمار في حاجات كتير، عملنا فيديوهات عن الاستثمار الزراعي، عملنا فيديوهات عن الاستثمار العقاري، عملنا فيديوهات عن الاستثمار الشخصي كمان للإنسان نفسه. وهحاول اسيب لكم لينكات الفيديوهات دي على قد ما اقدر، اكتر من لينك فيديو تقدروا تخشوا وتتابعوه لو الفيديو ده اشتغل والدنيا اتحركت معاه بشكل كويس، لانها كلام مهم وهيفيدكم ان شاء الله. النهارده جاي اتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو موضوع الاستثمار الصناعي. الاستثمار الصناعي ده من اهم الاستثمارات اللي ممكن تكون موجوده لنجاح اي دوله. وبالتالي هل في مصر احنا عندنا صناعات جيده ولا لا؟ مصر احنا اقوياء في صناعات معينه وعايزين نتطور في صناعات معينه. طب ايه الحاجات اللي مصر قويه فيها او الصناعات القويه فيها برضو عشان نبقى عارفينها؟ صناعات المواد البناء. يعني احنا اقوياء في صناعه الحديد الصلب، احنا اقوياء في صناعه الطوب، اقوياء في صناعه الاسمنت، عندنا شركات اسمنت، اقوياء في صناعه السيراميك اللي هي المنتجات التقيله، اللي هي المنتجات برضو اللي هي بتبقى التقال زي ما بيقولوا يعني. بس انا دايما بحب اقول خير الكلام ما قل ودل. احنا في دول تانية اقوى مننا بقى في الصناعات التانية اللي هي التكنولوجية، اللي هي الموبايلات، اللي هي اللابتوب، اللي هي الحاجات الميديا والحاجات دي. بس احنا برضو عندنا قوة في صناعات الأجهزة الكهربائية، عندنا برضو في الأجهزة الكهربائية قوة اللي هي صناعات الأجهزة الكهربائية. عندنا شركة كبيرة زي توشيبا بقالها سنين وبدأت تصدر الخارج، زي فريش برضو. بس هي الفكرة بترجع لإيه يا جماعة؟ عشان خاطر تقدر تعمل صادرات من الصناعة عندك وتكفي التغطية المحلية، يعني محتاج ان انت يبقى عندك اكتر من مصنع منافس بقوة كبيرة جدا يكفي الاحتياج المحلي، وفي نفس الوقت يبقى عندك جودة عالية جدا علشان خاطر تقدر تعمل صادرات للخارج. طيب الصناعات برضو اللي موجودة في مصر، احنا قلنا كده الصناعات مواد الملاء، قلنا الصناعات الأجهزة الكهربائية، قلنا الصناعات الغذائية. عندنا تصنيع غذائي، تعبئة مواد، مصانع الصلصة، ممكن نعمل مصانع، عندنا مصانع صلصة بتطلع وتستخدم الطماطم الحاجات الغذائية. عندنا مصانع تعبئة وتجميد الحاجات الخاصة بالأكل زي الفاصوليا، زي البسلة، زي البامية، الحاجات ديت إعادة تعبئتها وتغليفها. الحاجات الخاصة بمنتجات الغذائيه اللي بتطلع بعد الزراعه وبيتعمل لها اعاده تصنيع وتعبئه. طبعا الاستثمار الصناعي بياخد ايادي عامله كتير جدا وبيشغل ناس كتير جدا في قطاع الصناعه. عندنا برضو موضوع البتروكيماويات، عندنا التصنيع الخاص بالحاجات الاسمده والرش والمبيدات، الحاجات الخاصه بالمنتجات الصناعيه. لكن احنا محتاجين نصنع المعدات زي الجرارات، زي الحاجات الخاصه اللوادر، الحفارات دي للاسف مش موجوده عندنا واحنا بنستوردها. السيارات، الشغل الخاص بالمواتير، ممكن نجمع، ممكن نعمل قطع غيار، ممكن نعمل تجميع للسيارات، ممكن نستورد الحاجه دي ونعمل لها اعاده تجميع. لكن احنا عايزين نوصل ونطور بنفسنا في التصنيع، اللي احنا نعمل ونصنع الحاجات دي اللي هي المعدات، اللي هي الاشياء الخاصه بالمواتير، المكن. الحاجات دي كلها مهمه جدا في اعاده تشغيلها وتصنيعها، وهتفيد البلد كتير جدا وهتوفر عمله صعبه. بمعنى ان احنا لو قدرنا نعمل اكتفاء ذاتي منها هنوقف في الاستيراد بمنتجات، حاجات كتيره جدا موجوده بنستوردها بالدولار للحاجات ديت وللمعدات ديت. احنا عندنا الامكانيات، بمعنى ان احنا عندنا طرق، عندنا انتقالات، عندنا توسعات لاماكن معينه نقدر نعمل فيها مصانع. احنا عندنا مناطق صناعيه زي التجمع الخامس فيها منطقه صناعيه، زي 6 اكتوبر فيها منطقه صناعيه، العاشر من رمضان فيها منطقه صناعيه، مدينه بدر فيها منطقه صناعيه، السادات فيها منطقه صناعيه. اذا احنا عندنا مناطق صناعيه كتيره جدا. عندنا في اسكندريه حاجات خاصه بالحديد ومصانع الحديد كانت موجوده عند المواني، عندنا مواني كتيره. فاحنا عايزين نستغل الامكانيات. عندنا مينا بورسعيد، عندنا مينا اسكندريه، عندنا اكتر من مينا نقدر نستخدمها ونقدر نصدر من خلالها منتجاتنا. لو قدرنا نعمل اكتفاء ذاتي للحاجات الخاصة بالتصنيع، أو قدرنا نعمل زيادة عنها بس بمواصفات جودة عالمية نقدر نطلعها بره مصر. أنا بحاول أوصل الصورة قدر المستطاع، لأنه إحنا في الآخر الاستثمار مش استثمار عقاري بس، مش هو السهولة فيه بس. لازم ننوع في استثماراتنا، ولازم نفكر في الأمور الزراعية والأمور الصناعية والأمور التجارية. كل الكلام ديت هتساعدنا إن إحنا ننهض وننمو في مصر، دولتنا العظيمة اللي نفسنا
يكون ليها شأن كبير جدا في جميع دول العالم. اتمنى الخير لبلدي مصر، واتمنى اللي انتم تكونوا استفدتوا بالفيديو دوت. ولو حد محتاج مني اي نصيحه تخص اي شيء اقدر افيد بيه ابعتوا لي مباشره. هسيب لكم لينك الفيديوهات اللي احنا بنتكلم فيها عن سلسله الاستثمارات. مجرد ما سلسله الاستثمارات تخلص هنرجع تاني للفيديوهات الطبيعيه سواء من الواقع او الخاصه بالعقارات الخاصه بينا. دمتم بخير. كان معكم محمد المهدي. لا تنسوا الدعاء لاخي عبد الله بالرحمه والمغفره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.